هو ابوك يا سهير اتأخر كده ليه؟ ده من ساعة ما نزل مع عمك شفيق مرجعش. يمكن راح معاه البيت يا ماما، اصله كان باين عليه عاوز يكلمه في حاجة تخصه، سر يعني. سر ايه بس اللي هيكون عاوز يقوله له يا بنتي؟ والله انا الفار بيلعب في عبي. طب ما تقومي تطلبي عمك شفيق في التليفون كده اسألي عن بابا. حاضر يا ماما. مفيش حد بيرد يا ماما. ايه طيب يا بنتي، اللهم اجعله خير. ومفتحي لازم بابا جه. بابا معاه المفتاح يا ماما. لازم نسيه هنا ولا هنا يا سهير؟ يلا روحي افتحي بس. حاضر يا ماما. ايوه جايه. سامح، اهلا يا سامح، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. سامح يا حبيبي، ازيك؟ ازيك يا ماما حبيبتي؟ امال بابا فين؟ وطوا صوتكم لحسن الشاويش يسمعنا، بنضحك كده يكشفنا. ايوه احنا بقى هنا جوه القسم في امان تام. ما هو لا يمكن الانجليز هيفكروا يدوروا علينا في القسم او في التخشيب. بس في نقطه يا جماعه شغلاني. ايه بقى دي يا شيخ حماد؟ دلوقتي هيفتشونا وطبعا هيلاقوا السلاح اللي احنا مخبيينه في هدومنا. ايوه صحيح. طب وهنعمل ايه؟ ما تقلقوش يا جماعه، الحكايه دي سيبوها عليا. هنسيبها لك يا ابراهيم، بس هتحلها ازاي؟ خليك انت يا سهير يا بنتي، انا اللي هفتح الباب، اصل قلبي مش مطمن. يا رب يكون ابوك يا رب. سيد الحمد لله، احمدك يا رب. انت فرحتني قوي يا سيد. انت كنت فين؟ تقدر تقول لي؟ طب بس اخش القط نفسي من السلم الاول يا سعاد. والله مالك يا سيد؟ ها مالي يعني ايه؟ هيكون مالي يعني. طيب ما تزعلش، بس انا يعني شايفه انك مش زي عوايدك. في حاجه مضايقاك؟ شفيق اخوك قالك حاجه زعلتك؟ هيقول لي ايه يزعلني يعني؟ هو ده اللي انا عاوز اعرفه. لا هو انا يعني مش عارفاك. انت زعلان قوي كمان. ايوه والله زعلان يا سعاد، زعلان قوي. الولاد مالهم؟ ابراهيم جرى حاجه؟ سمير ماله ولا يكون سامي؟ سبحان الله، قالت اسامي الولاد كلهم الا سامح. وهسأل عليه ليه؟ تسألي عليه ليه؟ تسألي عليه لأنه إيه يا سيد؟ لأنه استشهد يا سعاد. إيه؟ سامح مات عشان يدافع عننا. لا سامح حي ما ماتش لأنه شهيد. كلام ايه ده اللي بتقوله يا سيد؟ ده سامح في الحمام. في الحمام؟ لازم تقصدي سامي مش سامح. لا يا سيد، سامح هو اللي في الحمام. انت متأكدة يا سعاد؟ ايه اللي متأكدة دي؟ هو انا يعني مش عارفة اولادي؟ اهلا يا بابا. ايه؟ ازيك يا سامح؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. انت يا سعيو. ايوه يا شويش. اتفضل قدامي، قوم فج. على فين يا شويش؟ سعادة البيه المأمور عاوز. حاضر يا سيدي انا جاي اهو. متهم عواد علي عوادي يا فندم. شكرا. ايه يا سعوان؟ انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه؟ الله، ما بتردش ليه؟ هو انتوا مش مكفيكوا اللي احنا فيه؟ الله،
ايه في حاجة يا حضرة المأمور؟ حضرتك بتبحلق في وشك ليه؟ انت مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش معقول يا حضرة المأمور؟ انت منين بالظبط؟ انا بتاعتي ايه يا حضرة المأمور؟ من بورسعيد. مش ممكن. تقدر بقى حضرتك تقول لي يا حضرة المأمور ايه هو اللي مش ممكن ومش معقول؟ شبك الخالق الناطق واحد قريب اسمه ابراهيم السيد الرفاعي. ابراهيم السيد الرفاعي؟ ماله وماله ده؟ مين ده؟ طب خلاص، هي في البعد، هي في البعد. انا هسيبك انت والمجرمين زملاتك في الحجز لغايه ما تستأدبوا. لا يا حضرة المأمور، انا عندي اقوال سرية عاوز اقولها لك. اقوال سريه؟ يعني ايه يا اخوي؟ ايوه اقوال سرية. طب ما تقولها، هو في حد غريب هنا؟ ايوه في، لازم نكون على انفراد انا وانت وبس. طلع الشاويش ده بره. استنى بره يا شاويش شويه. خلي بالك منه يا سعاده البيت، ده مجرم. مش شغلك انت، سيبنا لوحدنا. حاضر يا سعاده البيت. نعم يا سعوات، اتفضل. ايه الاقوال السريه اللي عاوز تقولها لي؟ اهي عم احمد، انا ابراهيم الرفاعي يا عمي. ابراهيم الرفاعي؟ انا اظن ما يفيكش ابدا وتقول لي عواد يا ولد. انما تعالى هنا، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ إيه؟ وايه الحكايه بالظبط؟ وبسبب التشابه في الاسامي ده يا بابا، واحد زميلي بلغ عني ضمن خسائر الكتيبة. عشان كده لما عم شفيق فات على القيادة سمع بالخبر ده وجاب بلغكم. يا ابني ده انا عشت ساعتين فاتوا عليا كأنهم ظهر بحال. انا اسف يا بابا. على ايه يا ابني؟ اهو انا برضو اتسببت في حزنك. لا يا ابني، الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامة. ألف ألف سلامة يا سامح. هو أنا ما بقيتش فاهمة حاجة خالص. أبوك داخل يقول لي سامح وأنا أقول له ده في الحمام. الحمد لله حصل خير يا ماما. وان شاء الله قاعد معنا قد ايه بقى؟ انا مسافر الصبح بدري ان شاء الله بكره. يبقى تاخدني في سكتك. ليه انت رخرة بقى يا ست صغير؟ ما انا قلت لك يا ماما، انا كنت مسجله اسمي في الهلال الاحمر، امبارح طلبوني. وهتكوني فين ان شاء الله؟ والله ما انا عارفه يا بابا، انا هقدم نفسي للمركز الرئيسي وهو اللي هيوزعني. وأنا أقعد لوحدي بقى بين الأربع حيطان، كل البيت ده فضى عليا. ايه وهو انت شوية يا ام ابراهيم، ده انت مالي عليا البيت. وبعدين ما تنسيش اني قاعد معاك، ما روحتش الجبهة. أيوة، الله يكون في عونك يا سيد، ده انت طول عمرك في الجبهة. بس يا جماعة، انا قلت للمأمور عاوز اكلمك على انفراد، ورحت قالع الطاقية ورميها على الارض، وهو بصلي كده وجاله ذهول. له حق، ده ابن عم ابوك، ازاي مش هيعرفك يا ابراهيم؟ تلاقيه قال يخلق مش شبه 40. انما ايه رايكم بقى؟ إيه؟ احنا هنا في الاسم احسن حته نداله فيها. طبعا الانجليز مش هيفكروا ابدا يدوروا علينا هنا. يا نهارك ابيض، كل ده يطلع منك يا ابراهيم. شوفوا بقى، انا اتفقت مع المأمور اننا نحط سلاحنا هنا في السلاحليك بتاع الاسم، وكل ما نطلع مأمورية ناخده معانا ونرجعه تاني للسلاحليك. على خيرة الله. المهم امتى هنبتدي؟ اهلا يا سامي، اهلا بيك. اتفضلي. ايه محدش شافك من مده، وحشتيني. ازيك يا نادي؟ انت اللي وحشاني قوي. انا كل يوم اقول اهي سامي هتسال مفيش فايده. خلاص يا ستي، اديني جيت اهو. ايه الاخبار بقى يا ست نادي؟ اخر الاخبار كالعاده، ما تصرش. برضه حكايه حمدي؟ ايوه يا ستي، حمدي والله شاب كويس وتتمناه بنات كتير قوي. بلاش هزار يا سامي، ده مش وقته. اديني هتكلم جد اهو. ايه بقى المشكله؟ ليه مش موافقه على حمدي؟ في حد تاني؟ بصرف النظر ان في حد تاني ولا لا، انا شخصيا ما برتاحش لحمدي وخلاص.
حد شريكي يعني. لا طيب حيلك شوية، بالراحة عليا. تقدري بقى تقولي لي ايه شكل فارس الأحلام اللي بتفكري فيه؟ فارس الأحلام اللي بفكر فيه يا سامية، بتخيله راجل شجاع قوي، ما بيخافش أبدا ولا يعرف معنى الخوف. قلبي على ولادي يا سيد، الدنيا فضيت عليا. إن جيت الحق يا سعاد، أنا قلبي مشغول على الولاد أكتر منك، لكن أعمل إيه؟ لازم ما يبانش عليا. أمال أنا لازم أشجعك. الله، مالك سكت ليه؟ ها؟ أبدا مفيش. سهير استلمت في الإسماعيلية. على خيرة الله، ربنا يوفقهم كلهم. أيوة. على فكرة سمير بعت لنا جواب النهارده. فين؟ أهو. أبي العزيز، أمي العزيزة، بعد السلام ورحمة الله وبركاته إليكم آخر أخبارنا. إحنا مرابطين هنا عند نمرة 6 كتيبة كلية التجارة، وبندافع عن الإسماعيلية، وأرجو أن تطمئنوا، مش ممكن عسكري أجنبي واحد هيقدر يعدي إلا فوق جثثنا. روحنا المعنوية عالية جدا، لأننا حاسين إن مصر كلها معانا. وكل يوم بيجي لنا الدكتور حسن من مصر ومعاه علب الهدايا اللي بيبعتها لنا ناس ما نعرفهمش. واحنا في الحقيقة يا ماما حاسين إننا مش لوحدنا، وإن مصر دايما محروسة، بيحرسها ربنا سبحانه وتعالى. قبلاتي لك يا أمي، وسلامي لوالدي العزيز، وطبعا لإخوتي اللي وحشوني جدا جدا، إبراهيم وسامح وسامي. وعلى فكرة أنا محضر لك مفاجأة في آخر الجواب. أنا كنت بزور واحد صاحبي جريح في مستشفى الإسماعيلية، وشفت سهير هناك وهي بخير وبتسلم عليكم كثير السلام. يا حبيبي يا ابني. شوفوا يا جماعة، انا لسه راجع من الاستطلاع، رحت شارع 23 يوليو عند ممرض محمد علي. مش معنى يعني عند الممرض؟ اصبر يا عمام، انا هتكلم اهو. اصبروا بس. شوف يا سيدي، انتوا عارفين دبابات الانجليز بتتجمع هناك، والمطلوب تدمير الدبابات دي. لوحدنا؟ لا، عملية كبيرة يا عثمان. في مجموعة تانية هتشتبك مع الانجليز في نفس الوقت، من الوقت اللي احنا هنقوم فيه بتدمير الدبابات، وعشان كده لازم ننسق معاهم. مفهوم، لكن ازاي؟ في ممرضة بتشتغل عند الدكتور علي، طبيب اسنان في بورسعيد، دي هاخد منها التعليمات. والتعليمات دي هتكون واخداها من قائد المجموعة التانية؟ بالظبط كده يا عمام. انا الليلة هروح احشي ضرسي واخد التعليمات، وبعد كده هنتصرف. لكن ما تنساش كمان يا ابراهيم ان في مشكلة كبيرة هتقابلنا. قصدك ايه يا عمام؟ احنا طبعا هنعمل عمليتنا بالليل، مش كده؟ ايوه عشان طب وقرار منع التجارب اللي الانجليز فارضينه، ما حدش بيقدر يتحرك في الشارع بعد الساعة 5 المغرب. ده صحيح يا عثمان، بس ما تنسوش ان القرار ده بيستثني عربيات الاسعاف والمطافي والبوليس، مش كده؟ ايوه مظبوط. يبقى في الحالة دي مفيش قدامنا غير اننا نستعمل عربية البوليس. انتوا عارفين ان المأمور قريبي. على اي حال مش عاوزين نسمع الحوادث. الاول اروح احشي ضرسي. استنوا بقى. يا درسي، سناني يا شويش، يا شويش سناني في الممر. مصريين عاملين مقاومة كبيرة في البلد. انا كنت فاكر جنرال اننا يوم 2 نخلص على كل حاجة. مصريين ملايين، شوية يرموا على عساكر منشورات، شوية يرموا رصاص، شوية يرموا كنابل. خد اقرا ده اكسام. من المقاومة الشعبية إلى أهالي بورسعيد. أيها المواطنون، إن العدو
لن يستطيع التقدم خطوة واحدة خارج بورسعيد. اثبتوا وقاتلوه شبرا بشبر، ولا يتعاون احدكم معه، وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. احنا لازم نضرب جامد جنرال. هو احنا ما بنعملش كده كولونيل؟ بتعمل جنرال، بس مش كفاية. المقاومة زي ما هي يمكن زادت كمان. اسمع كولونيل، انا عندي فكرة كويس كتير. ايه هي يا جنرال؟ زي ما بيرموا علينا منشورات، احنا كمان ايه يا جنرال؟ احنا كمان نرمي على مصريين منشورات. اسمع كولونيل جنرال، اكتب الى اهالي بورسعيد: انتم لستم بالاطفال، لقد مضى عليكم زمن كنتم تعيشون فيه مع انجليز فرنسويين سوا سوا في سعادة. ها ايه رايك كولونيل؟ هايل جنرال، هايل. ابعت مطبعة الاف منشورات وارمي على مصريين، لازم نوريهم. رحت الدكتور السجان؟ ايوه، كل حاجة جاهزة. في مجموعة تانية هتشتبك مع الانجليز زي ما قلت لكم. احنا هنستغل الفرصة ونهاجم الدبابات. والقوازم هتجيها ازاي؟ لما نوصل عند الممرة في 2 هينضموا لنا معاهم قوازم ضد الدبابات، هيكونوا راكبين عربية اسعاف، والذخيرة هتكون في العربية برضه. العملية طبعا بتعتمد على السرعة زي ما انتم عارفين. يعني فضل لها قد ايه؟ من 2 ل3 دقايق، ده بالكتير، لان لازم نستغل المفاجأة على العدو، لان اول ما تروح المفاجأة منهم هيفوقوا وساعتها يقدروا يضربونا. حد عاوز يسأل سؤال؟ ايوه، الميعاد امتى؟ الليلة الساعة 1 بعد نص الليل. يعني احنا هنتحرك من هنا الساعة 12:25 دقيقة. مفهوم؟ ابو خليل. ايوه همام. سرحان في ايه؟ في العملية؟ لا، في اللي بعد العملية. هو في حاجة بعد العملية؟ ده احنا رايحين مش عارفين هنرجع ولا لا. ربنا هيكون معانا ان شاء الله. وايه هو بقى اللي بعد العملية يا وحش؟ الحياة لازم تمشي. الحياة عاملة زي النهر بيجدد نفسه باستمرار. لا يا عم، ده انت دخلت في الفلسفة. يا ابني مش فلسفة ولا حاجة. كل انسان في الدنيا دي لازم يجي عليه يوم ويفتح بيت صغير، وانا طبعا مش هشذ عن القاعدة دي. بس يا عم، ده انت وقعت اهو. طب والله ما كنت اصدق ابدا ان ابراهيم الرفاعي يفكر في الجواز. ليه بقى؟ هو انا مش زي كل الخلق ولا ايه؟ لا ما اقصدش. امال ايه؟ لكن يعني كلنا عارفين انك متجوز. انا متجوز؟ ده مين اللي قال كده؟ ايوه يا سيدي، متجوز الجيش. الله يجزي اشتغلك يا اخي. طب انا بعرف بقى لينزي دي لازم انسانه مش عاديه. ايوه فعلا، هي من الجهه دي مش عاديه. هي بالظبط الانسانه اللي طول عمري بفكر وبحلم بيها. شكلها، كلامها، ملامحها، طباعها، كل حاجه فيها، كل حاجه. طب وانت مستني ايه؟ في اي مشاكل؟ مش انت جاهز؟ مش تصبر بس لما الحرب دي تخلص. انا بقى ناوي اول الانجليز ما يطلعوا من بورسعيد اروح اتقدم لها واطلب كده. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. دلوقتي احنا هنستنى هنا جنب السور في الطريق. المفروض ان عربيه اسعاف هتمر من هنا. السواق هيتظاهر ان العربيه عادي، هيقف وينزل يفتح الكبوت بتاع العربيه، وساعتها هتنزل الرجاله في الفرصه دي ومعاهم القوازم وينضموا لنا. بالظبط كده. وبعدين هنطلع مع بعض قطار فردي، واحد ورا التاني جنب الحيط لغايه ما نحصل الميدان. ساعة ما نسمع ضرب النار بتاع الجماعه الثانيه هتكون اشاره البدء لنا. همام وانا هنضرب على الدبابتين اللي في اليمين، عثمان هيضرب الدبابه الثالثه. واضح يا جماعه؟ واضح. خلوا بالكم، دي عربيه مسطحه انجليزيه، محدش يتحرك. عربيه الاسعاف اتاخرت، المفروض
عربية الإسعاف ما جابش، هنعمل إيه؟ ايه مالك يا سعاد؟ اللهم اجعله خير. استغفرك يا رب واتوب اليك. مالك يا سعاد؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا سيدة. انا كنت بحلم. وحلمت بايه؟ ابراهيم. ماله ابراهيم يا سعاد؟ مش عارفة، شفته في المنام. شفتيه ازاي؟ شفته بدقيقة. في دقيقة؟ ازاي؟ شفته واقف على حيطة عالية قوي وبينط منها في الهواء. اللهم اجعله خير، ان شاء الله خير. ما تقلقيش، ما انت عارفة ان الحرب خلصت. ايوه، لكن الانجليز لسه في بورسعيد وابراهيم جوه البلد بيحاربهم. ربنا معاه ومع كل زمايله. بتخليكي متفائلة امال يا سعاد؟ انا دايما متفائلة يا سيد، لكن ساعات الانسان بتجيله لحظات ضعف، واحنا برضو دم ولحم. تعرف كولونيل؟ في جنرال، انا الليلة سعيد خالص. عظيم جنرال، انا دايما ابقى سعيد لما جنرال يبقى سعيد، لكن اقدر اعرف ليه السعادة دي جنرال؟ اقول لك كولونيل، فاكر اقتراح منشورات اللي انا قلته؟ فاكر جنرال؟ الظاهر جاب نتيجة كبير كولونيل. ازاي جنرال؟ مش فاهم. اقول لك كولونيل، من يوم ما جينا هنا في بورسعيد كل ليلة فدائيين مصريين يهجموا علينا. مظبوط جنرال. شوف كولونيل، امبارح رمينا منشورات على فدائيين. ايه رأيك الليلة اول مرة مصريين ما يهاجموش جيش جلالة ملكة؟ ايوه ده صحيح جنرال، مظبوط. يعني نقدر نقول ان اول مرة من يوم ما دخلنا بورسعيد هنقضي ليلة هادية كولونيل. اما ليلة هادية صحيح. اصبر على رزقك يا شباب وانت تشوف العجب. لكن عربية الاسعاف هتيجي امتى؟ ده احنا متأخرين ساعة. لازم في حاجة عطلت العملية كلها. المهم احنا نفضل مستخبيين في مكاننا. الموضوع محتاج اعصاب. زينا ساكتين اهو. ابراهيم، سعيد، الرجالة وصلوا. بالله على السلامة. انا هطلع قدامكم، تعالوا ورايا. هنقرب الميدان الدبابات هناك. هنا شايف هناك؟ ايوه 3 دبابات. تمام، وشرط البدء لما نسمع اشتراك الجماعة التانية. يا رب يا رب خد بإيدنا ووفقنا في مهمتنا. يا رب ده احنا ما بنعتديش على حد، احنا بندافع عن نفسنا، عن شرفنا، عن وجودنا، عن ارضنا. ايه بترد ليه يا ابراهيم؟ كنت بتكلمني يا امام؟ ايوه كنت بسألك ايه شعورك دلوقتي؟ مش هتصدق يا أمان. ازاي؟ شعور بالعزة، باني برفض المهانة، بحتج على الظلم وبضرب العدوان. عرفت بقى شعوري. يلا يا رجال اضرب. هاي نوري هاي هدف نمرة 1 الدمر. عظيم، الهدف نمرة 2 الدمر. يلا يا عثمان.
افهم من الاوصاف اللي بتقوليها لي دي عن فارس الاحلام انها منطبقة على ابراهيم، مش كده؟ ايه يعني ما بترديش؟ ايوه يا سامية، ابراهيم فعلا بيتجسد فيه اوصاف فارس احلام. خلاص يا ستي، المسألة سهلة خالص. الحرب خلصت وبكرة ابراهيم يرجع ويجي يطلبك من طنط وانكل. الظاهر ان الحكاية مش هتمشي بالشكل السهل ده يا سامية. ليه بس؟ ولازم يبقى فيه مشاكل. ما سيبك بقى من الروايات اللي بتقريها دي يا نادي. مش حكاية روايات ولا حاجة يا سامية، اصل ماما. مالها ماما بقى يا ست نادية؟ ماما يا ستي لغاية دلوقتي ما صرحتنيش بأي حاجة طبعا. وكمان ما تنسيش ان ابراهيم ما تقدمش. ده صحيح، لكن انا عندي شعور تقدري تقولي عليه كده، حاسة ثابتة ان ماما عاوزة تجوزني حمدي. لا يا نادي، اسمحي لي بقى، انت كده بتحطي العربية قدام الحصان. ليه بقى؟ ما تستقيش الحوادث، مين عارف بكرة هيحصل ايه. اما نتيجة تجنن. 30 ثانية وكل شيء انتهى. المعدل 10 ثواني كل دبابة. هايل يا ولاد. يا سلام، يا ما نفسي اشوف وش الجنرال الانجليزي دلوقتي. بس تعرفوا بقى، انا ساعة ما العربية اللي فيها القوازل اتأخرت دي كانت لحظات صعبة. تعرفوا يا جماعة، في اللحظات الصعبة دي الفدائي لازم يظبط اعصابه، يحطها في ثلاجة ويثق في الله سبحانه وتعالى. انا كنت ساعتها حاسس ان ربنا شايفنا وبيبارك عملنا. وعندنا هنا 3 محابيس يا كورنيل. صيادين كانوا اعتدوا على الشاويش النبطشي وحاجزينهم 4 ايام على ذمة التحقيق. ممكن اشوف بتاع الصيادين ميجر؟ ممكن اوي. بطاقتي يا انت. بطاقتي. ايه عبد المنور. خلاص. ما فيش حد تاني في قوة الاسم نفسها، لكن اقدر اعرف ايه الموضوع يا كورنيل؟ انت ما سمعتش انفجارات ميجر؟ في جماعة فدائيين هاجموا دبابات عند الممرة ونسفوا 3. أساكر جلالة الملكة بيفتشوا دلوقتي كل شبه بورسعيد، لازم نقبض عليهم، مش ممكن هيفلتوا ميجر. ابراهيم، الحمد لله على السلامة يا ابني. وحشتيني. ازيك يا ماما؟ انت اللي وحشتيني، كلكم وحشتوني. فين بابا؟ انا هو يا ابراهيم. ازيك يا ابني؟ الحمد لله على سلامتك. تعالى هنا قرب. سليم والحمد لله. خلاص. ليه؟ حد قال لك ان جاي ناقص حته ولا ايه؟ يا ألف بعد الشر، انا بس بطمن عليك. سامح، اهلا يا ابني، الحمد لله على السلامة. الله، اللهم اجعله خير، ده النهارده يوم الافراح. احمدك يا رب. اهلا يا سامح، اهلا يا بطل. وحشتوني قوي، وحشتوني. اهلا يا سامح. اهلا. كمان اهلا يا بنتي، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. استنوا بقى، انا اللي هفتح. لازم هلاقي سامي وسمير، هم اللي ناقصين. ايوه يا سمير، انا فعلا بحبها. اولا انت متأكد من شعورك ناحيتها؟ طبعا يا سمير. يا سلام، شخصيتها عجباني وفي حاجة كده بتشدني ليها. يبقى لازم يحصل هجوم. هي معركة جديدة ولا ايه؟ الحياة يا ابراهيم عبارة عن معارك متصلة، سلسلة من المعارك. ايوه يا سمير، سلسلة معارك متصلة. هي دي حياتنا فعلا، وهو ده قدرنا. يعني انت رأيك اننا نتقدم؟ ايوه، بس في خطوة مهمة لازم الاول تعملها. هو مش توفيق اخوها صاحبك يا اخي؟
ألف مبروك يا ابني. وماله، ده الجواز نص الدين. يعني هتيجي معايا انت وبابا؟ طبعا، أنا وأبوك وإخواتك كمان. بس المهم حدد الميعاد واحنا نروح نخطبها لك. واحنا نديك اليوم يا ابني. والأم أكتر حاجة تسعدها إنها تطمن على أولادها. ربنا يخليك يا ماما. طيب هنزل. الله، على فين يا إبراهيم؟ لا، رايح مشوار مهم. ابراهيم اهلا النقيب همام، فينك يا راجل؟ الله الله، ده انا ما شفتكش من ايام بورسعيد. ايه كنت فين؟ تقصد من ايام الزلزال في اسم المناخ؟ ايوه. تعرف يا همام، كانت ايام، فعلا كانت ايام حلوه، ايام الشقاوه يا ابراهيم. انا كان نفسي اقول لك حاجه يمكن ما جاتش فرصه اقولها لك ايام بورسعيد. خير يا همام؟ احنا استمتعنا حقيقي بقيادتك لمجموعتنا ايام بورسعيد يا ابراهيم. اسمع يا همام، انتم كمان كنتم على المستوى. عايز اقول لك حاجه، القائد لازم يكون قدوه للي معاه. لكن الله 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 الله، احنا مالنا بقى كده هنقلبها جد ليه؟ وسيادتك بقى بتمد كده رايح على فين؟ رايح اهم مشوار في حياتي يا همام. والله يا بابا انا بنقل لحضرتك اللي قاله لي. الحقيقة يا ابراهيم صاحبك ده شاب كويس وما يتعيبش. فعلا يا بابا، انا اعرفه من ايام المدرسة العسكرية، انسان فعلا اخلاقه عالية وممتاز. يعني هو ناوي يتقدم ويخطبها؟ ايوه يا بابا. من جهتي انا ما عنديش مانع. يا ترى رأيك ايه يا سوريا؟ انت عارف رأيي كويس. انا طبعا مش موافقة. مش موافقة؟ طيب اقدر اعرف السبب يا ماما؟ السبب ان حمدي متكلم عليها، وامه جت زارتني وفتحتني في الموضوع. هو ده السبب يا ابني. يا سوريا، حمدي ما تقدمش وما فتحناش في اي حاجة. يعني هو ابراهيم اللي كان فاتحنا ولا تقدم؟ طب ما هو كلمني يا ماما ومستعد يجي مع اهله اول ما نحدد لهم ميعاد. ده حتى قال لي انهم محضرين المهر والشبكة. والله انا قلت لكم رأيي، انا امها برضو واعرف مصلحتها كويس قوي. اهلا وسهلا يا حمدي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا طنط. فين من زمان ما حدش شافك؟ حضرتك عارفه انا كنت مسافر وجيت امبارح بالليل، وهو اول ما النهار طلع جيت على طول. اهلا وسهلا، شرفت يا ابني. طبعا يا طنط، حضرتك عارفه سبب الزياره. كنت قلت لماما تيجي تكلم حضرتك على نادية. حصل يا ابني، حصل. طب وحضرتك قلت لها ايه؟ ما انت عارف يا ابني، والله انا من جهتي يوم المنى هو انا هلاقي احسن منك يا حمدي البنت نادية. بس بقى يعني. بس ايه يا طنط، في حاجة؟ هو يعني ابدا ابدا يا ابني، هيكون في ايه؟ بس انت عارف. حضرتك شغلتيني كده يا طنط. هي نادية مش موافقة عليا ولا ايه؟ مش بالظبط يا ابني، اهو انت عارف بقى البنات في الزمن ده مش زي ايامنا، ما كانش الواحدة تقدر تقول اه ولا لا. اقدر افهم انت دلوقتي بتعيطي ليه وفلقه نفسك من العياط؟ ما فيش يا بابا، انا عايز اقعد لوحدي. يا بنتي انا عايز افهم ماله حمدي، ما هو شاب طيب واحنا عارفين. يا بابا انا اللي هتجوزه، دي حياتي انا،
وانا ما عدتش في حمدي يعني. هو صحيح شاب كويس وبنات كتير يتمنوه، انا ما قلتش حاجة يا بابا، انما انا مش عاوزاه. نادية، انا عاوزك تفرحين. انا ابوكي ومحدش في الدنيا يحب مصلحتك قدي. قوليلي، في حد تاني؟ لا لا يا بابا ابدا، بس انا مش عاوز اتجوز دلوقتي، لما اخلص ابقى افكر في الجواز. يعني ده رأيك النهائي؟ ايوه. برضه يا طنط حضرتك تقدري تقنعيها؟ من جهتي انا هحاول يا حمدي، انت عارف انا قد ايه مقتنعه بيك. ربنا يخليكي ليا يا طنط وما يحرمنيش منك، بس اصلا انا حاسس كده ان عمي يعني. ماله عمك يا حمدي؟ لا يعني ولا حاجة، بس شايف انه مش متحمس لي يعني. ليه بتقول كده يا حمدي؟ لا انا مش عاوزاك تفكر بالطريقة دي، ان شاء الله كل حاجة هتتم. يسمع منك ربنا يا طنط. يلا يا ولاد، عاوزين نعملها مفاجأة لإبراهيم. ايوه عسارين يا سهير، الشمع كله جميل. وانت يا سمير هات التورته كده. ايوه هنا هو في نص الترابيزه. تعالى يا سامي، اسمع، روح انت طلع الجيلاتي من الثلاجه. روح يا سهير قولي لبابا يتفضل، احسن اخوك زمانه جاي. انا جيت اهو. المهم ابراهيم يجي بقى. اوكي انا هفتح الباب يا ماما. اهلا يا ابراهيم، انت فين؟ انا جيت اهو يا ست سهير. الله هو النهارده عيد ميلاد مين؟ الله ايه ده يا جماعه؟ فهموني افهم بس. النهارده عيدك يا ابراهيم. عيدي؟ ايوه يا ابني، احنا النهارده بنحتفل بمنحك نوط الشجاعه. بس ده كتير قوي عليا يا جماعه، ده انا ما عملتش حاجه استاهل عليها النوط ده واجب عليا واديته. الحقيقه يا ابراهيم انا فخور بيك، مش انا بس، كلنا فخورين بيك يا ابني. انت رفعت راسنا لفوق، ربنا يحميك. يلا بقى يا ابو خليل، قرب على الترابيزه خلينا نطفي النور. ايوه احسن انا بصراحه بقى مت من الجوع. يلا يا اولاد، يلا يا ابراهيم، يلا اطفي الشمع. برافو يا ابراهيم، مبروك، الف مبروك. شكرا قوي يا جماعه، ربنا يخليك ليا يا ماما، ربنا يخليك ليا يا ماما، ربنا يخليكوا ليا كلكم. بس انا حاسس كده اني مرهق شويه. انا متشكر قوي لكم، بس طب عن اذنكم. لا ابراهيم مش على طبيعته، لازم في حاجه مزعلاه. لا ده انا رايح اشوفه ماله. ابراهيم مالك يا ابني؟ باين على وشك في حاجه مضايقاك. انا امك وعارفاك كويس. في حاجه؟ لا مفيش حاجه يا ماما، بس يمكن عاوز اقعد مع نفسي شويه. لا يا ابني، انت زعلان. قول لي يا حبيبي ايه بس اللي مضايقك، يمكن اقدر اخفف عنك. طيب انا هقول لك يا ماما، لاني فعلا تعبان. انا تعبان صحيح ماما. انا ما هو كمان مش معقول يا سوريا اننا نجوز البنت الواحد مش عايزاه. البنت دي ما تعرفش مصلحتها، انا امها واعرف مصلحتها اكتر منها. اصل توفيق كلمني عن صاحبه اللي عاوز يتقدم لها. وهو فين صاحبه ده؟ والله يا حمدي مكلمني هو ومامته من مدة طويلة، انما اللي بتقول عليه ده ما حدش شافه. بس انا شايف ان البنت مش ميالة لحمدي، دي بنتنا ولازم نراعي رغبتها برضه. وافرضي بقى ان صاحب توفيق جه دلوقتي وتقدم، نقول له انها مخطوبة لحمدي لواحد تاني ما فيهاش حاجة. طيب عشان نقول كده يبقى لازم نبعت لحمدي نقول له، والله لو جه وتقدم رسمي يبقى خلاص.
الموضوع لا فيه زعل ولا حاجة، ده حتى الجواز اسمه ونصيب. توفيق قال لي ان حمدي ده تقريبا خطيبها، وان امها وابوها موافقين عليه. يا ماما نادية هي النور اللي اعتز بيه طول عمري. ونادية نفسها رأيها ايه؟ ايوه نادية رأيها مهم قوي في الموضوع. هما ما بياخدوش رأيها في الحكاية دي خالص، اللي هم مقتنعين بيه هو اللي هينفذه. لا 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 اسألها، البنت رأيها مهم قوي، لانه مهما حصل مش هيهون عليهم يكسروا قلبها يا ابني. خلاص يبقى نروح للجماعة نتقدم لهم رسمي ونطلب بنتهم، هو ده الحل. ازاي يا بابا؟ اقول لك ازاي. قوم يا ابراهيم اطلبهم في التليفون وخد لنا ميعاد نروح نزورهم نتعرف ونتكلم. حاضر يا بابا. الو. ايوه مين يا فندم؟ انا نادية. ازيك يا نادية؟ انا ابراهيم. اهلا وسهلا. ازاي صح؟ الحمد لله. اسمعي يا نادية، احنا يعني انا وابويا وامي واخواتي عاوزين عايزين نيجي نشرب شاي عندكم. نعم اوي اهلا وسهلا. اتفضل. وهو ده معقول يا نادية اللي عملتيه ده؟ طب حتى مش تاخدي رأينا قبل ما توافقي على الميعاد؟ ما هو يا ماما مش معقول يقول لي انه جاي هو وابوه وامه واخواته عشان يشربوا الشاي عندنا واقول له لا. خلاص يا سوريا خلاص ما حصلش حاجة، يتفضلوا اهلا وسهلا، اهو تعارف والناس لبعضها. تعرف ايه؟ ما انت عارف هما جايين ليه. احنا جايين الليلة عشان نطلب ايد الانسة نادية لابراهيم ابني، وده شيء يشرفنا طبعا ويسعدنا. اهلا وسهلا على اي حال. اهلا بيك يا فندم. انا جاي يا عمي وكل امل ان حضرتك توافق على طلب الايد الانسة نادية. اما امرك يحيى صحيح يا ابراهيم، دلوقتي مش اهلها وافقوا على الخطوبة وقدمنا الدبل والشبكة والمهر وكل الامور تمام. ايوه كل ده صحيح. طب ايه بقى اللي مزعلك دلوقتي بقى؟ مدام نادية بقت خطيبتي، مش مفروض ان لما اروح ازورها تيجي تقعد معانا؟ يا سيدي كل شيخ وله طريقة وكل دار وله مدار، وكلها كام شهر يا ابو خليل ونحضر فرحك وتنتهي الامور على خير ان شاء الله. اخرها المرة اللي فاتت يا سمير، رحت عشان اشوفها قعدوا معايا اخواتي وطبعا مش اجتهاد اضطريت اكتب لها كلمتين في ورقه صغيره واديتها لها في ايدها. ابدا انا لسه جايه من اسكندريه امبارح، واول ما سمعت الخبر السعيد ده جيت اهو عشان ابارك. اتفضلي الله يبارك فيك. ايه بقى يا ستي المفاجآت دي كلها؟ ايه ده كده تعمليها من ورايا؟ ده انا صديقة عمرك يا نادي. بس اخيرا حمدي اخيرا اتحرك وخطبك. حمدي ما خطبنيش يا ست سامية. تقولي ايه؟ حمدي ما خطبكيش؟ انا مش فاهمه حاجه ولا ايه بقى؟ امال انا جايه ابارك لك على ايه؟ اصل ده خطبني ابراهيم مش حمدي. ابراهيم صاحب توفيق. ايوه النقيب ابراهيم الرفاعي. انا ما شفتوش مش كده؟ لا على العموم هو كان هنا من شويه.
وطبعا قعدتوا تقطعوا فراوي. ابدا، تعرفي انه لما بيجي ما بقعدش معاه. ما بيقعد مع مين ان شاء الله؟ مع اخوات. شوفي يا ستي، ايه لما فتحت له الباب وهو بيسلم عليا حط في ايدي الورقه دي. ايه كاتب لك فيها ايه بقى؟ انا لسه هقراها اهو. نادية، ما تتصوريش فرحتي بيكي قد ايه. اخيرا بقيت خطيبتي ومستقبلا ان شاء الله زوجتي وام اولادي. استعجل شهور وايام عشان نعيش في افواج. انا الاسبوع الجاي في مدرسه الصعقه، انت عارف المعلم صعقه. انا بستعجل الزمن عشان اخر اسبوعي وانزل مصر في يوم الخميس واشوفك ولو دقيقه واحده وتبقى الحقيقه. نادي قاعدة ساكتة يعني؟ اصلي بفكر يا ابراهيم. لازم فيا تمام؟ في كل حاجة حصلت، الظروف اللي جمعت. من جهتي انا فعلا بشكر الظروف. تعرف يا ابراهيم، انا لغاية دلوقتي مش قادر اصدق. مش مصدقة يا حاجة اننا خلاص اتجوزنا. احنا كسبنا المعركة يا نادي. هي كل حاجة عندك معركة. الله، ما هو ده شيء طبيعي طبعا، مش انا راجل مقاتل. ربنا يحميك ويخليك ليا يا ابراهيم. معاك انت هنمضي اجمل سنين حياتي لغاية اخر عمرنا. طبعا يا ابراهيم. ليه؟ انت مش متأكد؟ لا ابدا، بس اصله في مرة واحد شاف الكف. وهو انت بتؤمن بالكلام ده؟ ابدا. طب قال لك ايه بقى بتاع الكف ده؟ بص الكف كده وقال لي خدت العمر عندك. سلام عليك يا ابراهيم. ايه بس لزوم الكلام ده دلوقتي واحنا رايحين اسكندريه نقضي شهر العسل؟ ده مش انت اللي بتساليني يا نادي، انا ما كنتش هكمل لك. قال لي ايه؟ طب وقال لك ايه تاني يا عم؟ انا مش هقول لك بقى، ملوش لزوم. ليه بقى؟ عشان ما تتضايقي. لا قول يا ابراهيم. خلاص هقول، بس بناء على طلبك. قال لي اني هعيش 10 سنين بس. قريت الجواب اللي بعته ابراهيم من اسكندريه يا سعاد؟ هو بعت جواب؟ ايوه، جاني على المكتب. وريني كده، نفسي اقرا كلامه. ما تتصورش قد ايه الولد ده وحشني. فعلا يا سعاد، ابراهيم له وحشه كبيره قوي. وريني الجواب. خدي يا ستي. ام الحبيبه، ابي العزيز، الايام بتجري بسرعه البرق واحنا بنقضي شهر العسل في اسكندريه. الجو هنا جميل، واللي اجمل منه نادي. ما تتصوروش انا سعيد قد ايه. كان نفسي تكونوا معايا. اخواتي وحشوني خالص. سمير اخباره ايه؟ وسامح دول وحشوني قوي، وسام كمان. سلام الخاص لسهير. فاضل لنا كام يوم ونرجع. ابراهيم. والله ده اجمل خبر سمعته يا ابراهيم. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ماما. بس انت متأكد يا ابني؟ ايوه طبعا يا ماما، احنا رحنا للدكتور امبارح واكد لنا ان نادي عظيم عظيم يا ابراهيم. يلا بقى شدوا حيلكم كده امال وهاتوا لنا ولي العهد، نفسنا نفرح بيه. يعني انت متأكد يا سيدي ان المولود ولد ده؟ انا عارف ان اللي جاي ولد. كل اللي يجيبه ربنا كويس. طيب وافرض يعني انه جاي بنت؟
يلا بس يجي زي ما يجي، المهم عاوزين نفرح بيكم يا اولاد. يا حسين افندي ما تزعلش نفسك بالشكل ده. انا فاكر قلت لك مرة قبل كده ان دوام الحال من المحال، مش حصل؟ حصل يا سيد بيه، بس الانسان ما بيقدرش يتحكم في عواطفه. ازاي هقدر انسى كل اللي بيربطني بسعادتي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ومعاه هموم واحزان كتيرة يا حسين افندي، لكنه سبحانه اداله كمان قدرة كبيرة قوي على نسيان الهموم والاحزان دي، وهي دي في رأيي المعادلة الصعبة بتاعت الكون. 20 سنة ما فرقت السعادة، يعني انا عشت معاك اكتر ما عشت مع اهل بيتي. ازاي اقدر انسى كل ده في لحظة يا سعادة البيه؟ سعادتك بتطلب مني المستحيل. انا كمان يا حسين افندي طول عمري بعاملك زي ما تكون اخويا الصغير كمان، وهيعز عليا فراق بسبب خروجي على المعاش. نعمل ايه؟ هي دي سنة الحياة. هاتي كرة يا ليلى، دي كرتي. لا دي كرتي انا. لا يا ليلى كرة حمر، دي صفرا. هاتي بقى والله اللي سهلة بصراحة. ايه ده هنا؟ عايز تمسك الكورة وكمان تزيني ماما. ماما يا ماما يا ماما. ايه في ايه يا ولاد؟ مالكوا عاملين زي ديوك كده ليه؟ ليلى واخدة الكورة بتاعتي وعمالة تلعب بيها. طيب يا سامح ما تزعلش، ادي كورة لاخوك يا ليلى. يا ماما الكورة بتاعتي انا، كنت هو ضيعها. انا مالي بقى يا ولاد عقلوا بلاش الدوشة اللي انتوا عاملينها دي. اهو ابوكم جه اهو، هو بقى يتصرف معاكم. اهلا يا ابراهيم، تعالى شوف ولادك دول عاملين ايه. ايه مالهم حبايبي مالهم؟ بابا سامح خد الكورة بتاعتي مش عايز يديهالي. لا يا بابا ما تصدقهاش، هي اللي خدت الكورة. بس يا ولاد بس، ولا يهمك يا سامح، انا هبعت حالا اشتري لك كورة جديدة. تعالوا بقى عشان تتغدوا معايا، احسن مش هعرف اكل من غيركم. الو ايوه موجود. دقيقة واحدة، كلم المكتب يا ابراهيم. ايه يعني حبك المكتب ما يطلبنيش الا ساعة الغدا؟ طيب الو يا عفان. ايه امتى؟ دلوقتي؟ طب انا جاي حالا، مع السلامة. نادية معلش بقى يا نادية، انا مش هقدر اتغدى معاكم. في ايه بس يا ابراهيم؟ ده الغدا جاهز. على فين؟ في ايه يا بابا؟ مش هتتغدى معانا ولا ايه؟ لا يا حبايبي، باي باي يا نادية، انا في المكتب هبقى اكلمك من هناك. حالة تأهب قصوى يا فندم، كل الوحدات والتشكيلات صدرت لها تعليمات التحرك لسينا. تعرف يا عثمان انا كنت متوقع كل ده. ازاي يا فندم؟ من اول الشهر والموقف سخن على الحدود خصوصا سوريا، وطبعا مصر كان لازم تتحرك. معاهدة دفع مشترك بينه وبين سوريا. ايوه ده صحيح، بس المرة دي انا شايف ان الموضوع جد قوي. وده امر طبيعي يا عثمان، ساعات الواحد لما بياخد موقف جد قوي بيمنع خطر كبير كمان. واحنا يا فندم هنعمل ايه؟ طبعا هنتحرك يا عثمان مع بقية القوات، وعلى العموم انا رايح اقابل القائد اخد اخر تعليمات وارجع لك. وادي البيت فضى علينا تاني يا سيد، ما بقاش فاضل معانا غير سهير وسمير. ما تنسيش يا سعاد ان نادية والولاد منوريننا هنا، وهم برضو مالين علينا البيت. ايوه طبعا، والله سامح وليلى دول بيصعبوا عليا. ليه بقى؟ اصل ابراهيم كل شويه مسافر. ما هو بيأدي الواجب، وكل اللي بيعمله علشان مصر، عشاننا كلنا. ابراهيم وزملائه بيتعبوا يا سعاد علشان احنا نرتاح. انا فاهمه يا سيدي، لكن برضه يعني. وبعدين بقى تعالي هنا، ازاي تقول البيت فضي علينا؟ هو انا مش مالي البيت ولا ايه؟ ده انت الخير والبركه يا سيدي، ربنا يخليك لنا ولا يحرمنيش منك ابدا.
مالك يا سعدية؟ تعبانة يا همام، حاسة بجسمي كله مكسر. معلش يا سعدية، شدة وتزول. عاوزة اقوم من السرير، تعبت من النوم يا همام. خد ايدي. يا سعدية تحملي شوية، ما انت عارفة ان الدكتور محذرك من الحركة الكتير. ما تنسيش انك على وش ولادة. هانت يا ستي. هانت يا همام، هانت ازاي؟ انت فاكرني مش عارفة ان الدكتور يومها قال لك ايه؟ مالك بس ومال الدكتور يا سعدية؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. انا عارفة الدكتور قايل لك اني مش هولد ولادة طبيعية. ايه؟ مش هتولدي ولادة طبيعية؟ امال هتولدي ازاي يا سعدية؟ تقدري تفهميني؟ بعملية قيصرية يا همام، مش كده؟ لازم فتح بطن. لا يا شيخة، ما تاخديش في بالك. المفروض انها قيصرية، وايه يعني؟ دي بقت حاجة عادية دلوقتي، ولا يهمك. ده مين اللي هيجينا بالليل ده؟ روح افتح يا همام، يمكن تكون اختي فتحية جت من اسكندرية، يبقى عالي. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. سيادة القائد بعت لك تيجي معانا حالا. ليه؟ خير؟ انت ما سمعتش الراديو؟ لا ابدا. في طوارئ في الجيش، وسيادة المقدم ابراهيم بعتنا بالعربية، عاوزك حالا في المكتب. طب اتفضل. معلش احنا منتظرينك في العربية. في ايه يا همام؟ ده الجيش اعلن حالة الطوارئ، وبعتين لي عربية عشان اروح المعسكر. معقول؟ وهتسيبني لوحدي يا همام؟ اسمعي يا سعدية، ايوه. انا هوصل لغاية المعسكر اشوف ايه الموضوع واجيلك على طول. عثمان افندم، انت هتطلع في المقدمة ومعاك مجموعتك. انت طبعا عارف هتعمل ايه، ومعاك همام هيطلع مع مجموعته ومعهم قائد في الار بي جي. هو فين؟ بعتنا عربية تجيبه من البيت يا فندم. عظيم. اي اسئلة؟ محمود؟ لا يا فندم. عادل؟ لا يا فندم. صلاح؟ لا يا فندم. عثمان؟ لا يا فندم. طب اتفضل، يلا جهزوا نفسكم للتحرك الساعة 6. مع السلامة. الو. ايوه يا فندم، انا بالرئيس. اهلا يا فندم. كله تمام يا فندم. ايوه يا فندم، المجموعات جاهزه للتحرك ان شاء الله يا فندم. ايوه يا فندم، مع السلامه يا فندم. ادخل. مساء الخير يا فندم. اهلا يا حمام، انت قاعد في البيت والدنيا هنا هايصه. ايه مالك؟ مفيش يا فندم. لا لازم اعرف في ايه، مش عوايدك، قول لي. الظاهر الموضوع المرة دي جد قوي يا سيدي. ايوه يا حسين افندي، انا شايف ان حجم التحركات في اتجاه سينا كبير جدا. اصل التهديدات لسوريا كبيرة هي كمان. مش بس التهديدات يا حسين افندي، الموقف على الحدود السورية متوتر قوي. انا شايف فعلا ان الموقف على وشك الانفجار. ربنا يستر يا سيدي، محدش ابدا في الدنيا دي بيحب الحرب. مظبوط يا حسين افندي، خصوصا الشعب المصري. انت لو قريت تاريخه هتلاقيه طول عمره بيحب الحياة وبيحب البنى، وعشان كده شيد الحضارات وبنى المعابد والاهرامات وكل الاثار العظيمة دي. بالظبط، هو ده الشعب المصري. لكن زي المثل ما بيقول اتقي غضب الحليم. الشعب الطيب المسالم ده اذا شعر ان حريته مهددة وان حضارته مهددة بيغضب، بيهب، بيقوم يدافع عن وجوده وعن حريته وعن حضارته بمنتهى الضراوة.
يخليك. زمانه جاي يا ولاد. تعال يا سامح يا ابني. الله يرحمك يا سامح يا ابني ويحسن إليك. دايما يا ابني فكرك ومش بتروح عن بالي أبدا. تعال يا سامح يا حبيبي، تعال يا تيتا. وانا كمان يا تيتا. اشمعنى سامح؟ تعال يا حبيبتي، تعالي في حضن تيتا. انت عارفة تيتا بتحبك انت واخوك قد ايه. خليك انت يا نينا، انا هرد. الو، اهلا يا ابراهيم، ازيك؟ بتتكلم منين؟ من المكتب؟ طيب لو اتحركت بقى قول لي. خد الاول، الولاد عاوزين يكلموك. خد يا سامح كلم. لا انا الاول. خد يا ليلى. الو، ازيك يا بابا؟ لازم همام، يا رب يكون هو. لازم افتح له. بس هقوم ازاي؟ ده مش قادر اتحرك. حاضر، هفتح اهو، اديني جايه. ايوه، حضرتك مين؟ طب مش تقولي لي اتفضلي الاول؟ اعرف مين حضرتك الاول؟ انا حرم المقدم ابراهيم الرفاعي. اهلا وسهلا. اي اهلا وسهلا، اتفضلي. متشكرة. انا هساعدك تلبسي هدوم. ليه؟ هروح فين؟ هاخدك معايا على المستشفى. ابراهيم كلمني وهو اللي بعتني. يلا مش عايزين نضيع وقت. يا عيني على حنية قلبك يا ابراهيم. ما هانش عليه يسيب همام قلقان على مراته وهي في الحالات. خلى نادية تروح بنفسها توديها المستشفى. تعرفي يا سعاد، الحاجات الإنسانية دي هي اللي بتخلق الرابطة القوية بين القائد والمرؤوسين بتوعه، سواء كانوا ضباط أو عساكر. طول عمرك يا ابراهيم يا ابني وانت بتفكر في اللي حواليك اكتر من تفكيرك في نفسك. عشان كده رجالته بيحبوه حب كبير قوي يا سعاد، ولما بيحبوا مصر، لأنه في نظرهم بيجسد مصر قدامهم. افتحي الباب يا صغير. حاضر يا ماما. مساء الخير. اهلا يا نادي. مساء الخير يا طنط. مساء الخير يا عم. اهلا. قولي لي ايه اخبار سعدية؟ الحمد لله. هي كانت فين يا طنط؟ والدكتور قال ايه يا نادي؟ الدكتور قال لي اطمني خالص، سيبوها هنا، دي بقت في رعايتنا، روحي انت دلوقتي. فجيت وبكره ان شاء الله هروح اشوفها. احسن ابراهيم موصيني اطمنه عليها. ضربة جوية على مناطق عينة جوية. ضربة جوية؟ مش معقول ابدا، مش معقول. بتقولي ايه؟ ابراهيم في المستشفى؟ ليه؟ ماله جرى حاجة؟ لا ابدا يا طنط، هو بس تعبان شوية. ماله يا بنتي؟ الدكتور طالب له كونسلته النهارده بعد ما عملوا له الاشعاعات والتحاليل. مفيش حاجة، معدته بس شوية تعبانة. وانت رايحه له امتى يا نادي؟ نص ساعة يا عمي. طب يا بنتي خدينا معاكي. راحي راحي راحي، لو نامت الدنيا راحت معنا. الوتر امامك مضوء مضرة. قبل حول. الو نمر استبق، ما ترجعش خطوة واحدة للخلف، والله معكم. يا بلادي جراحي راح. الحمد لله يا همام،
انها جت لغاية كده. قضى خف من قضى. وانت يا سعدية عاملة ايه دلوقتي؟ انا هو ماشي على العلاج، والدكتور عمل لي اشعة اول امبارح، بيقول ان الجنين وضعه اتعدل والحمد لله. المهم انت يا همام. انا شفت الويل يا سعدية. كنا 50 فرد من حارب جيش بحاله، كتيبة مدرعات. بالراحة يا همام، ما تتعبش نفسك. امال مش مهم انا، المهم البلد مصر يا سعدية. لكل اجل كتاب، لكن مصر باقية. اللي في بطنك ده هو اللي هيفضل. الحمد لله على سلامتك يا همام. مش مهم ان الانسان يبقى له دراعين ورجلين، المهم قلب الانسان. ياما في ناس جسمها كامل وهي ناقصة من جوه. فداك يا مصر، فداك يا مصر. احنا كلنا نفديك بارواحنا. بس اللي حصل لنا ده. ما تزعلش نفسك يا همام، كل شيء بيحصل بأمر الله. هو انت مش مؤمن ولا ايه؟ مؤمن والحمد لله، لكن اللي بيحز في نفسي اننا ما نستاهلش اللي حصل ده ابدا. ده احنا كان املنا وعشاننا كبير قوي اننا ندافع عن بلدنا ونحميها. صباح الخير يا سيادة المقدم ابراهيم. صباح النور يا دكتور. ايه الاخبار النهارده يا دكتور؟ والله انا فحصت الاشعاعات يا مدام نادي. وشفت فيها ايه يا دكتور؟ والله ما اخبيش عليك يا ابراهيم، انا مشتبه في انها قرحة في المعدة. قرحة؟ ودي من ايه يا دكتور؟ دي قرحة نفسية. اللي حصل يا ابراهيم اثر علينا كلنا، لكن في ناس بقى بيتأثروا اكتر من غيرهم. عن اذنكم. ايوه، اللي حصل ده هز مصر كلها. نار في معدتي يا نادية. سلامتك سلامتك يا ابراهيم، الامك دي بتعذبني انا. لازم كلنا نتعذب يا نادية، دي مصر كلها بتتعذب. ممكن ادخل يا فندم؟ مين؟ همام. اتفضل يا همام. تعال. الحمد لله على السلامة. الله، ايه ده؟ امال فين؟ ايوه، انا عرفت ان النقيب وصلني يا همام. ولا يهمك، احنا ارواحنا مش ملكنا. احنا متفقين من زمان ان احنا مش ملك نفسنا، احنا وهبنا نفسنا لمصر. ايوه يا فندم، ده صحيح، حضرتك علمتنا كده. وانتم عملتوا ايه يا همام؟ فضلنا في مواقعنا زي التعليمات، وقربت مننا الدبابات. طابور كبير 50 دبابة، عمرنا الخوادم، نشلنا، استعدينا للضرب. جاب طيران واطي نزل فينا ضرب، حصلت فينا خسائر كبيرة. برضو ضربنا على الدبابات، 1 2 3 4، خسائرنا بتزيد والدبابات المضروبة كمان بتزيد. انتظرنا الطيران بتاعنا يوصل يغطينا، ما جاش. عرفنا بعد كده، بعد ما رجعنا، انه انضرب في اول الحرب. بس تعرف يا همام، رغم الظروف دي كلها معدن الرجالة بيظهر بحق. صحيح الطيران بتاعنا انضرب، لكن رغم كده طيارين كتار طلعوا طلعات انتحارية، كانوا عارفين متأكدين تمام انهم هيطلعوا مش هيرجعوا. المطارات كانت مضروبة، وانتهى الشجاعة. قطعوا دبابات، دخلوا معارك انتحارية بعدد قليل قدام اعداد كبيرة، وعملوا معارك عظيمة وخلدوا اساميهم. شوف رمان عملوا ايه، ابطال. شوف رفح، الرجالة حاربوا بمنتهى الشجاعة. بلد فيها رجالة زي دول وزيك يا همام مش ممكن تموت. انا واثق من ان الفجر هيطلع مهما طال الليل يا همام. ده قدرنا ودي بلدنا، ولازم الانسان يواجه قدره.
مش عاوزين ناكل. مالك يا ليلى حبيبتي؟ انا زعلانة عشان بابا، وانا كمان زعلانة عشان بابا. مال بابا بس يا ولاد؟ بابا عيان يا ماما. ما هو كل الناس بتاعي يا ليلى. وبعدين بابا خس خلاص وهيخرج النهارده من المستشفى، زمانه جاي. لا يا ماما، بابا مش عيان زي كل الناس. ازاي بقى يا سامح؟ ليه؟ بابا عيان بشكل تاني يعني؟ اصل بابا زعلان مش عيان. ايوه يا ماما، بابا زعلان خالص واحنا خايفين عليه. انا شفته وهو تعبان قوي في المستشفى. انتوا بس مالكوش دعوه، بابا كويس قوي وهيبقى مبسوط منكم اكتر لو اكلتوا وسمعتوا الكلام. يلا بقى، احسن انا كمان هزعل منك. اهو بابا جه اهو. سامح سامح، بابا جه. اديني جيت لكم يا ولاد. يلا يا حبيبي، تعالوا وحشتوني قوي. بابا. نعم حبيبي. انا لما اكبر عاوز اطلع ضابط. اولا الحمد لله على السلامه يا ابراهيم. الله يسلمك. ثانيا انا اسف اني طلبتك في الوقت المتاخر. لا ابدا، العفو. الحقيقه المهمه اللي انا طلبتك عشانها ما حدش هيقدر يعملها غيرك. شكرا يا فندم على الثقه دي، وان شاء الله اكون عند حسن ظن سيادتك. تعال نخش غرفه العمليات عشان اشرح لك المهمه بتاعتك على الخريطه. تمام يا فندم. المقاتل همام جاهز للقتال تحت قيادتك. اهلا يا همام، الحمد لله على السلامه. الاول قول لي، بقيت اب؟ ايوه يا فندم، ربنا انعم علينا بولد سميناه ابراهيم. مبروك يا همام، مبروك، ده خبر عظيم قوي. وانت جاي دلوقتي بقى عشان تطلع معانا؟ طول عمري بطلع مع سيادتك يا فندم، ولا هترفضني عشان بقيت بتاع واحده؟ لا ابدا ابدا يا همام. انا حركت الاول ساعة ما نوصل البر. هتنزلوا ورايا، مش عايز اي صوت. العملية بتعتمد على المفاجآت. حاضر يا فندم. يلا يا رجاله. المجموعة الأولى تطلع للنقطة، المجموعة الثانية هتستنى هنا تغطينا بالنيران. أنا هاخد المجموعة الثالثة. قنابل الزمنية جاهزة؟ جاهزة يا فندم. قوافل المضادة للدبابات؟ جاهزة يا فندم. هدي ربنا معانا. مصطفى. أيوة يا فندم. اديني الحقنة، يمكن احتاج لها. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا يا حسين افندي، اتفضل. الحقيقة سعادتك وحشتني جدا، قلت اجي اطمن عليك. فيك الخير والله يا حسين افندي، والله انت كمان لك وحشة يا راجل. اهلا وسهلا، اتفضل. ها، وازاي الحال بقى يا سيدي؟ اهو الحمد لله على كل حال. ايوه الحمد لله. هنقول ايه؟ ايه مالك يا حسين افندي؟ في حاجة مضايقاك؟ ابدا، الحالة اللي احنا فيها يا سيدي. الحالة؟ مش فاهم تقصد ايه يا حسين افندي؟ حالة اللا سلم ولا حرب دي، والله لا تسر عدو ولا حبيب. عايزين نرسي على بر يا سيدي. ايوه معاك حق يا حسين افندي، هو دايما الانسان بيبقى عاوز يرسله على بر يستقر عليه، لكن في حاجة مهمة جدا يا حسين افندي انا مش عاوزك تنساها. ايه هي يا سيدي؟ يمكن انا عارفها عشان عندي 2 ضباط في الجيش، انما لازم تعرف ان مصر مش ساكتة ابدا. يمكن الجيش بتاعنا ما بيعلنش عن حاجات كتير لدواعي الامن، لكن العجلة ما بتبطلش دوران وبأقصى سرعة ليل ونهار. ايوه يا سيدي فعلا، بس لازم الناس تعرف عشان تطمن. انا يمكن قلت لك قبل كده يا حسين افندي اننا شعب اصيل. مصر لو وقعت مرة بترجع تقف تاني بكل شموخ وتفك قيودها. مالك يا نادي؟ انا حاسه بيك يا بنتي، ده انت ما نمتيش 5 دقايق على بعض. مش عارفه يا نينا، اصل حلمت حلم صحاني مخضوضه. حلم ايه؟ خير يا نادية؟ مش عارفه يا نينا، شفت ابراهيم كده في دقيقه. اللهم اجعله خير يا بنتي، ان شاء الله ربنا هيرجعه لنا بالسلامه يا رب.
يلا بينا نرجع تاني. مش قادر يا عم، مش قادر. استنى هاخد الحقنة. ازاي الحال دلوقتي يا فندم؟ الحمد لله. يلا بينا. انشغلنا على سيادتك يا فندم. يلا يا عثمان لم الناس. المجموعات كلها في اللانش. خلصنا. واضح اننا خلصنا. يلا يا رجاله. ايه ما بتاكلش يعني يا ابراهيم؟ تعرف يا نادية، ساعات التوتر بيخليني مش قادر اكل. اما امرك عجيب صحيح يا ابراهيم. مين فينا اللي يتوتر، انا ولا انت؟ لا انا طبعا. انتوا تتوتروا ليه؟ ايه المناسبة؟ لا يا ابراهيم، ده انا بشوف ايام صعبة قوي وبعيش في قلق فظيع طول ما انت في العمليات بتاعتك دي. خلاص يا ستي انا هريحك. تريحني ازاي؟ هنسيب العدو يعمل اللي هو عاوزه واحنا ملناش دعوة بيه خالص، عشان نزيل القلق والتوتر اللي عندك ده خالص. انت بتهزر. والله انا بتكلم جد يا ابراهيم. انا عارف يا نادية انك بتتكلمي جد، بس انت كمان عارفة ان ده قدرنا. تصوري لو كل الرجالة اللي في البلد قاعدين في بيوتهم جنب ولادهم، كانت تبقى مصر بلدنا الطيبة دي ايه؟ فعلا لك حق، مش قادرة اقول لك حاجة، غلبتني. وبعدين في حاجة تانية، الحياة عشان تستمر يا نادية لازم التضحية. الدكتور بيضحي بوقته علشان المرضى، والضابط بيضحي بوقته وبحياته كمان علشان بلده، علشان الحياة تستمر. الحقيقة يا ابراهيم انا بوجه لك شكر العميق على العمليات اللي قامت بها المجموعة 39 تحت قيادتك. رد الفعل على الناحية التانية كان هايل. لا شكر على واجب يا فندم، كله يهون عشان مصر. انت عارف يا ابراهيم ان العدو ناوي يعمل عرض عسكري وهينقل بعض الصواريخ من هنا عشان تظهر في العرض. ايوه يا فندم. الصواريخ دي لابد من تدميرها قبل ما توصل لمكان العرض العسكري. طبعا انت فهمت ايه المطلوب. مفهوم يا فندم. خلاص يا همام، الالغام اتزرعت على الشريط. ايوه يا فندم. انا رايي يا فندم نرجع بقى، واول ما القطر يعدي الالغام هتنفجر تحت. اسمع يا عثمان، احنا ننتظر شوية عشان نشوف القطر اللي شايل الصواريخ لما ينفجر. ده منظر يستحق اننا نستناه. اهو القطر جاي. افتحي الراديو. اللهم اجعله خير. في ايه يا سيد؟ افتحي بس، الجيش بتاعنا عبر القناه. الحمد لله الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. يا من انت كريم يا رب. اهو دلوقتي يا سعاد اقدر اقول وانا مطمن ان دم سامح وزملاء الشهداء ما راحش هدر. دلوقتي ارواح الشهداء تقدر تستقر وترتاح، لان تضحياتهم ما كانتش في العلم، انما كانت علشان اللحظة العظيمة. فرحانة يا سيد، فرحانة والفرحة مالية قلبي.
عاوز افتح الشباك وابص منه وانادي بقى على صوتي الله اكبر الله اكبر، تعيش يا مصر وتعيش اعلامك مرفوعة دايما. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا إبراهيم. جمعا إن شاء الله يا نادية. خلاص نويت؟ أيوة. خلي بالك من نفسك يا إبراهيم. إيه يا نادية، هي دي أول مرة أطلع مأمورية؟ أبدا، ده احنا حتى تعودنا على كده. أنت بقى هترتاح. ارتاح ازاي ومصر كلها صاحية النهارده؟ ما بتردش يعني؟ ما انا قلت لك كتير يا نادية، الجيل بتاعنا انكتب عليه ما يعرفش طعم الراحة. اصلا أنا المرة دي مش مرتاح. المرة دي زي اي مرة. انا اروح اشوف الولاد اودعهم. بابا اشوف وشك بخير يا سيدي. رايح فين يا بابا؟ رايح في الشغل يا حبيبي. ما بغيتش. هرجع على طول. مع السلامة يا بابا. وبعدين وياك بقى، احنا مش اتفقنا انك بقيت راجل البيت بدالي؟ ايوه. خلاص لازم تخلي بالك من ماما ومن ليلى، بلاش عياط. اتفقنا يا وحش؟ ايوه يا بابا. اشوفكم بخير بقى. يلا بقى عشان ابوس روحك. ما تغيبش علينا يا بابا. حاجة على طول يا حبيبي. ترجع علينا بالسلامة يا بابا يا حبيبي. اللي حصل ده يا عثمان شيء عظيم. دي لحظة من لحظات الخلود لمصر. وده الخط الحصين اللي طنطنوا عليه سنين طويلة، وقالوا انه ما تأثرش فيه ولا القنابل الذرية، ما استحملش 6 ساعات وفقد معناه. تعرف يا عثمان، انا عمري ما فقدت الثقة ولا الامل انه يجي اليوم اللي نقدر نحقق فيه املنا ونحرر ارضنا. النهاردة العالم كله عينيه على المنطقة، على القناة، بيراقب اعمالنا وهو مذهول. فعلا يا فندم، جاء وقت اعتقد الجميع ان مصر انتهت واننا دخلنا تاني في عصر الظلمات. الو، موجود يا فندم، هيكلم سيادتك. سيادة اللواء عاوز سيادتك. الو، مساء الخير يا فندم. الف مبروك يا فندم. الحمد لله يا فندم. العملية برضه؟ حاضر يا فندم، احنا جاهزين والهليكوبتر جاهز يا فندم. مع السلامة. يلا يا عثمان. هننفذ العملية يا فندم؟ ايوه جاهزين. كل الناس في اماكنهم، ستاند باي. دايما المجموعة 39. قلبي مشغول على ابراهيم يا سيد. واشمعنى ابراهيم بس يا سعاد؟ ما هو سامر اخر في الجيش التالي. مش عارفة، اصل ابراهيم دايما بيطلع عمليات خطر. يا ستي ما تنشغليش عليه، كل الجيش النهارده بيحارب، مش ابراهيم بس. اهو قلب الام كده دايما يا سيد. طيب علشان تطمني برضو انا هقوم اسأل عليه نادية. الو. الو، ازيك يا نادية؟ اهلا يا عمي، ازيك؟ صح الحمد لله يا بنتي. ها، مفيش اخبار عن ابراهيم؟ من اول امبارح ما اتكلمش يا عمي. طيب يا بنتي، ليلى وسامح ازيهم؟ كويسين بخير، بيسلموا على حضرتك. سلمي لي عليهم كتير. مع السلامة يا بنتي. ما اتكلمش برضه.
تلاقيش في موقع ما فيش تليفون. هما دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ ده احنا في حرب. ربنا معاهم كلهم. ربنا يسمع منك. طول عمرك يا ابراهيم يا ابني بتحب بلدك وهي اللي مالية عليك حياتك. يا ترى انت فين دلوقتي يا ابني؟ مفيش دبابة واحدة هتعدي. وصلنا اضرب اضرب. هايل اضرب. خلي بالك يا بندر. المرة دي صار أنا مجرد فرد واحد ورايا قدامي آلاف وآلاف. ده انت حبي الكبير يا مصر، وعشانك عشانتهم كل حاجة. لكن الحمد لله عشت وشفت أعلامك مرفوعة في سينا. يلا يا ولاد يلا كملوا ما تبصوش وراكم. دي أجمل موسيقى سمعتها في حياتي دي فداك يا حبي الكبير. حياتنا كلنا فداك يا مصر. سامحيني يا نادية، سامحوني يا ولادي. عمري ما فرقتكوا غير عشان مصر. ابراهيم استشهد. وازاي؟ لا مش هعيط. ايوه مش هعيط. ابراهيم ما ماتش، ابراهيم عايش معانا لانه شهيد. والشهداء ما يموتوش، دول عايشين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إبراهيم مات وقبله سامح، وبعدهم عشرات هيموتوا عشان مصر تعيش. ايوه يا سعاد، كلنا ماتوا علشان مصر تعيش وعشان ولادنا يعيشوا في امان وسلام. عمري ما فرقتكوا غير عشان مصر تعيش في سلام. عزيزي المستمع، قدمنا لكم في حب مصر قصة حياة البطل الشهيد إبراهيم السيد الرفاعي، وقام بدوره الفنان عمر الحريري مع الممثلة القديرة أمينة رزق في دور الأم، والممثل الكبير عبد الله غيث في دور السيد الرفاعي، وقامت بدور نادية عزيزة راشد بالاشتراك مع أنور عبد العزيز، المرسي أبو العباس، عزة المشد، محمود السيد، إيمان علي محسن، محمد إسماعيل، سيد أبو السعود، إيمان حمدي، رضا الجمال، إبراهيم الدالي، الشريف خاطر، أحمد حجازي، رشوان سعيد، إسماعيل محمود، جمال زغلول، أحمد كمالي، اعتدال المصري،
عصمة الشناوي، محمود جلفون، محمود عامر، صلاح عفيفي، فاروق ندى، احمد حسن، سيد العربي، فتحي سليمان، وسيد صالح. والاطفال نيفين شوقي، اميرة رشدي، رباب عادل، وحسام عادل. اشراف هندسي محمد رفاعي، محمد طه، طلعت وهب. الهندسة الاذاعية حسين عهدي، محمد ابو طالب، محسن وديع، محسن عبده، ابو اليزيد سعد، سيد كامل، محمد صقر، مصطفى عبد الحليم، وعاصم عبد الحليم. في حب مصر المخرجان المساعدان اسماعيل عبد الفتاح وعايدة عبد الله. في حب مصر احمد فؤاد حسن، محمد فيصل عبد المنعم، سيد حجاب، محمد ثروت، عمار الشريعي، والمخرج احمد ابو زيد.